ليه طفل نط من قطر ماشي؟ اللي حصل بعد كده أنقذ ناس كتير. تتخيل إن قطار كامل يقف علشان ولد عنده 13 سنة؟ ده حصل بجد. مهد ولد عادي عنده 13 سنة، كان راكب قطار طنطا القاهرة طالع من محطة الحامول، لكن سواق ولا مراقب ولا حتى عارف إنه هيبقى بطل. الإطار وهو داخل على التحويلة، مهدي سمع صوت ستات وأطفال بيصرخوا. الصوت مش عادية، الصوت كان خوف. في ثواني فهم عربة خرجت عن القضبان، والإطار في أي لحظة ممكن يكملوا ويحصل اللي محدش يستحمله. مهدي ما فكرش، ما قعدش يحسب، ما قالش أنا ولد صغير. نط من الإطار، نط، وفضل يجري بكل اللي في نفسه علشان يوصل لكابينة السواق. وصل، وقف قدام الإطار ورفع إيده وفضل يشاور ويصرخ بكل قوته، والسواق في اللحظة الأخيرة خد باله. الإطار وقف، واللي كان ممكن يحصل في ثواني ما حصلش. أرواح كتير اتنقذت، ستات، أطفال، ناس رايحة شغلها، ناس راجعة بيوتها، كلهم عاشوا علشان ولد ما فكرش غير إنه يعمل الصح. مهدي ما طلبش شهرة ولا كان مستني شكر، ده تصرف عفوي وجريء وفوق سنه بكتير. ورا مهد في تربية، في بيت عارف يعني إيه رجولة بجد. تحية لمهد وتحية لأسرته على التربية اللي طلعت راجل قبل ما يكمل 13 سنة.